السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة أول ظهور ليا في القناة. أنا في الأصل يعني مش منقبة خالص. أحب أعرفكم بنفسي. أنا من سوهاج، وإن شاء الله عندي كتير. هنزل حاجات كتيرة في القناة بإذن الله، منها طبخ ومنها يوميات، وإن شاء الله القناة تكبر بكم بإذن الله. النهاردة هنعمل المحشي. هات يا حنين. انا هنا حضرت كل حاجة يعني. بس هنا جورت الكوسة بتاعتي هنا، وهنا طبعا الكرنب سلقته وقطعته وحضرته يعني. وهنا خلطة المحشي بتاعتي بإذن الله هنزلها على القناة بكل تفاصيلها بإذن الله. وانا حضرت الحلة اللي هحط فيها المحشي. وطبعا هنا الفلفل بخليه اخر حاجة، عشان خاطر لو فضلت حاجة من المحشي ولا حاجة زي كده. بس انا عاملة كمية ان شاء الله تقضي نعملوا بيهم الفلفل. تعالوا واحدة واحدة بإذن الله ونشوف هنعمل ايه. زي ما كانت اهو كده هنلف المحشي بإذن الله، وهديكم شوية تكات بإذن الله تطلع معاكم المحشي كويس. انا باينه انت كده السنه. هوقف معاكم الفيديو عشان خاطر ما يبقاش هات عليا، عشان خاطر ما يبقاش الفيديو طويل بإذن الله. يعني أخلص دولة ونرجع مع بعض تاني. كده احنا خلصنا حلة المحشي. هات عليها كده يا حبيبي، خلصناها خالص. وهنبتدوا نعملوا الكوسة إن شاء الله. هنحشي الكوسة بإذن الله. بس ايه، حاولوا أول ما نحط الرز فيها ما نكبسهاش جامد، لأن لو دوسنا على الرز لجوه وترسناه خالص كده وبقي مكبوس، فهنا هتفرجع معاني. أول ما يجي الرز يستوي طبعا بيزيد حجمه، وبعدين الكوساية هنا معانا هتفرجع. وبرده في نفس النظام في الفلفل. فاحنا لما نحط الرز نحطوه كده، نحاولوا ايه الرز يبقى بعيد عن بعضه كده اهو. ما يبقاش ايه احنا ندوسش كده، لان هندوس كده الرز هيطلع في الحالتين يا ني يا اما هيفرجع الكوسه، ما تطلع مش سليمه معاكي. فاحنا باذن الله وباذن الله برضو ما نخليهاش ايه مليانه على الاخر. يعني لازم نسيبه ايه حته كده عشان وسع، عشان الرز هيفنش وهيطلع لفوق ان شاء الله. فدي خطوه مهمه خالص، ان الرز نحطوه بحذر عشان خاطر ايه يطلع مستوي معانا وزي الفل، ما يطلعش ايه نص سوا او ني. ممكن نلقوا الكوسايه نفسها استوت بس الرز من جوه مش مستوي. فاحنا كده نعملها زي كده اهو، ونخلي فيها فضار ان الرز ايه يستوي ويطلع لفوق. صلي على محمد. ان شاء الله نخلص كميه الكوسه معاكم ان شاء الله، وهنرجع لكم تاني عشان نعمل بقيه الفلفل. كده خلاص يا اخواتي، كده خلصنا الكوسه زي ما انتم شايفين اهو. وعملت كام فلفلايه دول الطوال. تمام. هنشتغل بقى في دولة في الفلفلات ان شاء الله. بسم الله. انا بعملها ازاي؟ جرب كده مش خالص يعني. بندخلها لجوه وبنطلعها ايه كده، تبقى ايه كده. خلاص نعمل واحده تانية اهي بالشكل ده. برضو زي ما قلت لكم في الكوسه زي كده، يا دوبك ايه ما بنخليش الرز كده كابس في بعضيه، بنخليه كده مد براح عشان خاطر بيفنش وبيرتفع لفوق. وبنخلوها كده يعني ايه مش مليانه خالص. صلي على محمد. عشان هي اصلا هتتعب. طبعا انتوا عارفين الكلام ده. هات كده في الحله
تبقى ايه ناقصه كده شويه، عشان خاطر الرز لما يستوي هيعبيها خالص. كده انا يا اخواتي اخلص الكميه اللي قدامي دي وارجع لكم تاني، عشان انا مش عايزه الفيديو يبقى طويل عليكم. ان شاء الله اخلص دول ونرجع تاني. كده خلصنا يا حبايبي المحشي، بس انا لسه ايه ما حطيتهوش على النار. ده الكرنب، ودي الكوسه، ودي الفلفل. طبعا انا عندي هنا دي كانت شوربه ومزوده عليها ميه، يعني زودت عليها ميه، او لو عايزه تحطي مرقه خالص ماشي، عايزه تحطي ميه طبعا تحطي لها الملح والمرقه والكلام ده كله برضو ماشي. تعالوا نشوف هنعمل ايه. عندي هنا 3 مرقات، في كل حله هحط مرقاي. فتقولي لي ان الوش بتاعها كده هيبقى مالح، هقول لك ده كله هيتقلب في الميه. انا بعملها عادي وما بتطلعش لا مالحه ولا اي حاجه. وعادي ممكن تحطيها في الشوربه عادي، كله يمشي. اديك التكه دلوقتي اللي ايه باذن الله هتخلي المحشي يطلع معاكي حاجه حلوه خالص. ده كله هينزل خالص. ثانيه كده انا حبايبي كده خلاص زودتهم المرقه بتاعتهم زي ما انتم شايفين. ادي الكرنب، طبعا الكرنب لما تحسي ان انت مش سلقاه قوي فبتدي له شويه شوربه بزياده عشان خاطر يستوي، ياخد بقيه سواه في الشوربه ان شاء الله. ودي طبعا الفلفل وجماله زي ما انتم شايفين. وادي كمان الكوسه باذن الله هوريكم اللقطه طبعا بعد ما ده كله يخلص، وان شاء الله ارجع لكم تاني بعد ما يستوي. كده المحشي يا اخواتي كده خلاص المحشي خلص معايا. تعالوا اوريكم النتيجه في الاخر. هنا المحشي بتاعي دي ما شاء الله، دي الكوسه بتاعتي، ومن تحت كده اللي هو ايه الفلفل. استنى انا عايزه اطلع الفلفل عشان خاطر تشوفوه. دي الكوسه بتاعتي استوت وبقت زي العسل. بص كده ما شاء الله اللهم بارك. وادي الفلفل اهو من تحت، اللهم صل على النبي، حاجه حلوه والله. والريحه بسم الله ما شاء الله. بس قبل ما يستوي عايزه اقول لكم على حاجه، ان قبل ما خلاص يكون قرب يستوي، ان معلقه سمنه، ان كان سمنه بلدي، معلقه زبده، اي نوع سمنه حتى لو السمنه العاديه، نرشوها كده من فوق هتدينا اللمعه اللي انتم شايفينها دي، وما تخليش الحاجه تلزق في بعضيها. يعني بصوا يعني ما شاء الله ما فيش اي حاجه لازقه في بعضيها. عندي المحشي هنا اهو الكرنب زي ما شايفين مفيش حاجه لازقه ايه في الثانيه. اللهم صل على النبي. اديكم شايفين حاجه بسم الله ما شاء الله، طعم وريحه اللهم بارك. يعني عملت معاهم صينيه البطاطس، عملت معاهم دول. وادي ايه ان شاء الله انزل لكم على القناه خلطه المحشي، وباذن الله يا رب تكون عجبتكم ان شاء الله الحلقه دي ان شاء الله بكل تفاصيل خلطه المحشي. ان شاء الله انزلها لكم على القناه، ويا رب يكون عجبكم المحشي بتاعي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.